النهارده بقى هنعمل عيش منزلي سهل وخفيف ينفع لجميع السندوتشات. هنعمله في اقل من 10 دقايق بالفرن، مش هياخد مننا وقت خالص. هيطلع كده احمر وجميل باذن الله، وهيطلع كله مفتح. فتابعوا الطريقه وهنشوف الطريقه في الفيديو. اول حاجه جبت بوله او طبق، وجبت كوبايه كده من الميه الدافيه وكوبايه كده من اللبن. طبعا الكوبايات دي انا قايسه بيها برضو الدقيق، وحطيت كده معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كده من اللبن البودره ومعلقتين من الزيت ورشه كده من الملح ومعلقه من السكر، وقلبتهم كده مع بعض لحد ما يتجانسوا. اول كده بعد ما اتجانسوا ضفت بقى الدقيق. هنا انا عايرت برضو بنفس الكوبايه اللي عايرت فيها في الاول، حطيت 5 كوبايات من الدقيق، وهبتدي بقى اخلطهم كده مع بعض لحد ما تتجمع لنا كوره. طبعا هنا انا ما كنتش ضفت ميه، فحسيتها لسه محتاجه شويه، فناخد بالنا ما نضيفش الميه كلها. انا حطيت شويه ميه وحسيت ان هي عجنت معايا شويه بتلزق، فضفت شويه من الدقيق عليها، وبدأت اكور بقى العجينه لحد ما تلم معايا بالشكل ده. بعدين لمت معايا وهبتدي بقى اكورها، وغطيتها وسبتها ترتاح لمده ساعه كامله. طبعا بنحطها في مكان دافي عشان تخمر معانا، فحطيتها في الفرن وغطيتها كده، وبعدين طلعتها وفضيت الهواء اللي فيها ولميتها تاني. وبدأت بقى جبتها من الطبق ورشيت بقى على المفرش دي شوية كده من الدقيق، وقسمت العجينة بالنص، وهبتدي بقى الفها كده بشكل رول، وهبتدي بقى اقطعها كده القطع. هنا انا قطعتها 9 قطع وكورتها وعملتها كور صغيرة بالشكل ده. هبتدي بقى الم العجينة كل الكور كده وابتدي اكورهم. بعد ما خلصت بقى تكوير العجين، ابتديت بقى اجيب كل كورة وهفردها كده بالنشابة او بالمردنة، وبدأت افردها بالشكل ده. وده سمك العيش. نحاول بقى ما نرققش العيش، يا دوبك يبقى فيه سماكة كده شوية، وعشان يتنفخ كده معانا في الفرن ويبقى منفوخ. هكمل بقى بقية الخطوات بنفس الطريقة. جبت بقى الصينية وفردت عليها كده ورقة من الزبدة، وحطيت بقى رصيت فيها العيش. هما هاخدوا معايا كل صينية 6 رغفة. فابتدي بقى احطهم في الفرن على درجة حرارة 250. اول 5 دقايق ابتدى يتنفخ كده معايا ويبقى بالشكل ده، فهسيبه واكمل باقي العجين بالشكل ده. هنا بقى فردت كل العجين اللي معايا، وكنت بتابع الفرن في نفس التوقيت، يعني اخلي بالي وانا بشتغل افرد العجين وبرضو ابص للفرن. هي بتاخد اقل من 10 دقايق بيكون معانا العيش احمر كده وبيبقى بالشكل ده. طبعا عشان اديله لون احمر كده شوية ولعت الشواية من فوق، وطلع بالشكل ده. قد ايه طعمه جميل وخفيف ولذيذ في نفس الوقت. وهنا عملته كده سندوتشات مع الشاورما، وينفع مع الكفتة والفول والطعمية. هتشوفوا الطراوة بتاعته. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش بقى اللايك والشير، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد على خير، وهنزل لكم بقى طريقة الشاورما في الفيديو اللي بعده.